الكائن اللي موجود قدامكم ده ليه شهر مصدعنا باستراهات ومنشورات وفيديوهات بالحفله بتاعت امريكا اللي قالها يعملها في امريكا، وبالفعل راح عمل الحفله في امريكا ولبس المنظر اللي انتم شايفينه قدامكم، واكيد كلكم شفتوا المنظر ده. المشكله مش في المنظر اللي لابسه محمد رمضان، المشكله ان هو في الحفله اللي عملها طلع ماسك العلم بتاع مصر وكانه بيمثل الهويه المصريه. وده ليه؟ بسبب ان الحفله دي اتعملت في امريكا، من شروط الحفله دي ان كل حد هيغني في الحفله دي يمثل الهويه بتاعت بلده. فمحمد رمضان كان هو الوحيد تقريبا في الشرق الاوسط، او هو الوحيد اللي بيمثل مصر في الحفله دي، فحب يمثل مصر بالطريقه اللي انتم شايفينها قدامكم دي، ولبس اللبس اللي انتم شايفينه قدامكم ده. المشكله بقى مش في كده، المشكله ان طلعت فئه من الناس بتدافع عن محمد رمضان وبتدافع عن اللي عمله وبتدافع عن اللبس اللي هو لابسه ده، وبتقول لك ان دي حريه شخصيه، ان هو شخص مش قدوه لحد، وانما هو شخص بيمثل نفسه، ودام هو بيمثل نفسه فدي حريته هو الشخصيه، يلبس اللي يلبسه ويعمل اللي يعمل. وعن بعد مشكلته الاخيره مع ياسمين صبري اللي قالت له فيها يا ابني فاتجنن وقال لها انت مجنونه وسابها ومشي، بسبب الكلمه دي راح عامل اغنيه ونزلها ردا على الكلام بتاع ياسمين صبري. يجي محمد رمضان يسكت؟ لا، راح اعلن على صفحته الشخصيه عن اغنيه جديده هينزلها قريب اسمها متغاظين. بيقول لك ان اللبس اللي لابسه محمد رمضان ده تصميم عالمي. انت متخيل معايا الكلام اللي بيتقال؟ بيقول لك ان التصميم اللي لابسه محمد رمضان واللبس اللي لابسه محمد رمضان ده هيبقى موضه الفتره اللي جايه، والناس كلها هتلبسه. يعني الناس هتلبس حاجات كده وتنزل تمشي في الشارع بيها، تساله تقول له يا ابني ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ يقول لك لا دي الموضه الجديده بتاعت محمد رمضان. يجي بقى بعد كل ده يطلع محمد رمضان يقول لك اصل انا سوداني، اصل انا صعيدي. طب انا هنا عايز اسال سؤال، هل الصعيد اللي محمد رمضان بيقول ان هو منها بتطلع المناظر دي؟ طب هل السودان اللي هو بيقول منها بتطلع برضو المنظر ده؟ ولكن السؤال الاهم بخصوص موضوع الموضه، هل في ناس ممكن بالفعل تعمل الكلام اللي الناس دي بتقول عليه ويطلع وينتشر موضه ان الناس تلبس اللبس ده وتمشي بيه كده في الشارع؟ انا معايا واحد صاحبي وانا بتاسف وانا بقول عليه صاحبي لان الزمن ليه احكام، كل يوم يتصل ويسال عليا، ما يهوفش يوم وينهوف يوم ما يهوفش اليوم اللي بعده. انا عارف انك هتقول كويس ان هو بيتصل عليك عشان خاطر يعرف اخبارك ويطمن عليك، هو في حد بيسال على حد في الزمن ده؟ وانا برضو مش هخيب ظنك، وهو بالفعل بيتصل علشان خاطر يعرف اخباري، ولكن مش عشان خاطر يطمن عليا، وانما بيتصل بي عشان خاطر يعرف اخباري ويتقصاها ويوصلها للي بيتمحك فيهم علشان خاطر ياخد رضاهم. الشخص ده مهمته في الحياه وشغله الشاغل ان هو يتصل على خلق الله علشان خاطر يتقصى اخبارهم ويعرف اخبارهم ويوصلها لاسياده عشان خاطر يرضوا عنه. ويا ريته بيستكفى بكده وبس، وانما لا، لازم يسجل لك وهو قاعد معاك عشان خاطر يودي بالدليل وبالاثبات للي مشغلينه. لو هوفت وما لحقش يسجل لك وهو قاعد معاك يتصل عليك علشان خاطر يكلمك ويوقعك في الكلام ويخليك تقول كلام اللي بيه ياخد رضا اسياده عليه. هيجي واحد يسالني سؤال طبيعي جدا، هيقول لي يا دوشه طب لما انت عارفه ليه ما بتاخدش بالك منه؟ هقول لك لا، هو جاي لك بهدف معين، فانت ما ينفعش ترجعه ولا ايده فاضيه ولا ترجعه مخزول، تديله اللي هو جاي عشان خاطره وتديله اللي اسياده عايزين يسمعوه منه. يعني مثلا هل الذباب ينفع تديله عسل؟ طب هل النحل ينفع تديله زباله؟ اهو بنفس المنطق، جالك دبان اديله زباله، جالك نحل اديله من عسلك. اهي النوعيه دي ومنهم على شاكلتهم، المفروض كل واحد فيهم يمسك طبله ويروح يشتغل ورا الراجل ده، والله ما يودوهم ما يقولوا لا، لا يشتغلوا وهم مبسوطين، والجزء اللي هيفضل منهم يشوفوا له بتاع زي اللي لابسها البني ادم ده كده ويطلعوا يهزوا وراه، هيعملوا شغل ابن حرام. ربنا يعافينا منكم بليتونا وبليتوا المجتمع. حسبي الله ونعم الوكيل.